سيزلارد في لندن كان غريب شويه، مش مشهور زي اينشتاين ولا محبوب زي رازرفورد، لكنه كان شايل سر في دماغه، سر لو خرج ممكن يغير العالم كله. الزملاء شافوه شخصيه معقده، منطوي احيانا، ساخر احيانا اخرى، لكن جوه دماغه كان بيغلب افكار عن الذره والتفاعلات المتسلسله. يا صديقه زي فيلم الجاسوس اللي عايش وسط الناس بس هو الوحيد اللي عارف الخطر الحقيقي. في الكافيهات والجامعات في نقاشات، كانت كل يوم بيتولد اكتشاف جديد في الفيزياء، العلماء فرحانين وبيتكلموا عن مستقبل الطاقه وعن الذرات وعن النيوترونات، لكن سيزلارد قاعد ساكت مش قادر يشارك فرحتهم لانه شايف الوجه الثاني. اللي حواليه بيشوفوا لعبه علميه لكن هو شايف سلاح، وكانك وسط الناس بيلعبوا بالكبريت وانت الوحيد اللي شايف مخزن البنزين اللي جنبهم. في خلال الثلاث سنوات 1935 و1936 و1937 اوروبا بتولع سنه ورا سنه، هتلر بيوسع نفوذه، ايطاليا مع موسوليني، اليابان بتتحرك في اسيا. سيزلارد بيتابع الاخبار وكل حاجه في الجرائد كانت بالنسبه له ناقوس خطر. هو عارف ان اللي في دماغه مش مجرد فكره، يا صديق الحرب كانت جايه وسيزلارد حاسس انه واقف على بركان. الليالي في لندن كانت طويله، سيزلارد ما كانش بينام بسهوله، قاعد على المكتب بالساعات يكتب ويمسح ويحسب ويتخيل. الناس شايفاه عالم مهاجر عادي، لكن هو كان شايف نفسه على وشك اكبر قرار في حياته، هل يكمل ويدون فكرته ولا يدفنها علشان ما تقعش في الايد الغلط.